يا جدعان، هو في حد شاف الاهلي؟ يعني حد كده هو بيلف في حياته وشاف الاهلي موجود فين ولا بيعمل ايه، ولا انا بس اللي مش شايفه؟ ما انت ما تحاولش تقنعني ان هو ده الاهلي. لا لا لا، اكيد في حاجه غلط. ده مش الاهلي، مستحيل. اللي بيحصل ده مش طبيعي وانت رايح تلعب كاس عالم للانديه. اوعى تقول لي مدرب، عشان عمر ما كان العيب في المدرب. طول عمرنا عارفين ان المشكله بتبقى في اللعيبه وفي طبيعه اللعيبه وشخصيه اللعيبه. لعيبه الاهلي بتلعب ماتشات الدوري على طريقه عندنا منه كتير. تحس ان الفريق ما فيهوش استقرار، اللعيبه ما عندهاش رجوله، ما عندهاش حماس، ما عندهاش دم، ما عندهاش اي حاجه من اللي بتكسب دي. انت فاهمني؟ طب الحل ايه؟ مش عارف. طب المفروض نعمل ايه؟ برضه مش عارف. بس لازم الاداره تتحرك وتغرم كل اللي مقصر في شغله. زي بالظبط كده ما قفشه اتغرم بعد ضربه الجزاء اللي لعبها عافيه وضيعها وراح يحتفل. لان احنا فعلا كده بنغلط نفس غلطه الموسم اللي فات. والماتش اللي الزمالك فيه هينط على مقدمه الدوري مش هينزل تاني. مش كفايه ماتش فيوتشر خسرت فيه نقطتين؟ هموت واعرف مين اللي خلى قفشه يلعب ضربه الجزاء، ولا مين اللي قال له ان انت جامد قوي وخش العب ضربه الجزاء. يا عم ده كان بيحتفل انه ضيعها، ده دماغه ضايعه خالص. الاهلي بيفوز على فاركو بالعافيه 2-1 في الثواني الاخيره من الماتش، والزمالك وبكل سهوله وبكل سلاسه بيكسب حرس الحدود 4-0. هكلمك النهارده عن ماتش الاهلي وفاركو اللي مش عارف اقول فيه ايه، وهكلمك عن اخر المستجدات في موضوع كاس العالم للانديه. فسريعا وما تضيعش وقت، انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهلا بيكم في حلقه جديده. ده برنامج نسر الاهلي وانا ابانوب مفيد. عزيزي الاهلاوي الجميل، انا مش فاهم حاجه. انا مش عارف اتكلم عن الماتش لان فعلا مش عارف ايه اللي حصل في الماتش. مش عارف مين بيلعب فين، ولا مين دوره ايه، ولا مين السبب في اللي بيحصل ده كله. انا مش عارف. يعني انا نفسي مش عارف افهم عشان افهمك. انا كل اللي شايفه عك في عك وسرحان وقله ادب وقله تقدير وقله دم. قفشه بيتغرم بعد ماتش فيوتشر عشان لعب ضربه الجزاء عافيه وضيعها وخسر النادي نقطتين، وبيلعب الماتش ده اساسي ازاي؟ انا مش عارف. يا راجل بقى، ده لعيب؟ ده لعيب شايل مسؤوليه النادي الاهلي وشايل مسؤوليه الجمهور؟ ده عيل صغير ودماغه صغيره ان هو بيعاند مع الجمهور. بعد ماتش فيوتشر وضربه الجزاء اللي ضيعها منزل استوريهات بيكيد بيها الجمهور. انت بتعمل ايه يا ابني؟ ولا احنا عمرنا ما شفنا الكلام ده من لعيب بيلعب في النادي الاهلي؟ المهم ان مارسيل كولر دخل ماتش فاركو بالخطه المعتاده 4-2-3-1 اللي انا والله ما شفتها في الماتش خالص. الشناوي في حراسه المرمى، 2 قلب دفاع، محمود متولي وياسر ابراهيم، ناحيه اليمين محمد هاني مش عارف ليه، وناحيه الشمال علي معلول. 2 في نص الملعب اليو ديانج وعمرو السوليه، قدامهم 3 ناحيه اليمين كريم فؤاد، وناحيه الشمال احمد عبد القادر، وفي النص محمد مجدي قفشه وبرضه مش عارف ليه، وراس حربة برونو سافيو. تخيل كده معايا فريق بحجم النادي الاهلي عنده 3 رؤوس حربة، بس مارسيل كولر مرة يلعب برونو سافيو راس حربة، ومره يلاعب بيرسي تاو راس حربه. مش عارف ليه. تحس كده ان مارسيل كولر بيعمل حقل تجارب وعمال بيجرب في اللعيبه مين فيهم ينفع راس حربه، عشان ولا واحد من رؤوس الحربه الموجودين ينفعوا. المهم ان الماتش بدا، وتيجي تدور على الخطه اللي هي 4-2-3-1 في ارض الملعب، الخطه مش موجوده. لدرجه ان كمان شويه كده كنت حاسس ان محمد الشناوي ممكن يروح يلعب ركنيه عادي يعني. فبعيد عن مكسب النهارده، احنا بنلعب كوره زي الزفت. انت لو بتقابل فرقه بتلعب بنظام هتتفضح فضيحه ملهاش اول من اخر. دي مش طريقه لعب ولا اسلوب لعب هتروح تلعب بيه في كاس العالم للانديه اللي موجود فيه كل ابطال القارات. عيب بقى وحسوا على دمكم وخلوا عندكم دم ونخوه ورجوله شويه والعبوا بشكل عدل. يعني مثلا حسين الشحات في ماتش فيوتشر عمل ماتش حلو جدا جدا، انت ليه ما لعبتش بيه اساس الماتش ده؟ مش عارف. اكرم توفيق مقصر معاك في ايه عشان تنزل عليه هاني؟ برضه مش عارف. قفشه اللي خسرك نقطتين الماتش اللي فات، انت بتلعب بيه الماتش ده اساسي ومش عايز تخرجه بره الملعب؟ برضه مش عارف ليه. وقلنا 100 مره الشناوي لازم يقعد على الدكه شويه. انا بصراحه مش عارف اتكلم على الماتش ومش عارف اقول ايه في الماتش. الماتش اصلا كان فاضي حرفيا. الاهلي ما لعبش كوره النهارده بربع جنيه. انا مش شايف كوره في الملعب. ده الحظ خدمنا كده وقدرنا ناخد ال3 بونت. احمد عبد القادر بيجيب اول هدف في الماتش في الدقيقه 30 باسيست من علي معلول اللي مظلوم ووسط المعمعه بتاعت اللعيبه دي. الدقيقه 36 فاركو بتتعادل. معلش انا ما عنديش وقت، ما هي الفرقه دي مش نازله تهزر ونازله تتمايع. لا يا باشا، الناس نازله تكسب وعارفين ان
انت بتحط اول جون وبتستهتر بعد كده. معرفش ليه، معرفش لحد امتى هنفضل نلعب بالاسلوب ده. مفيش فرقه في العالم بتعمل كده. قلناها 100 مره قبل كده، لما تكون بتلعب في ماتش وجبت اول جون اجري والعب وحط التاني، حط التالت والرابع والعاشر، ما تسكت. الفرقه اللي تقع تحتيك دوس عليها واهرسها، ما تحلهاش. لكن لعيبه الاهلي تعمل كده ازاي؟ معلش برضو، ما هو ما ينفعش. لا انا احط الجون الاولاني، طب العب، لا ما العبش. طب تلعب امتى يا ابني؟ لما هم يتعادلوا نشوف بقى القصه دي فيها ايه. يا عم ما هو ما ينفعش، دي مش طريقه لعب فرق الكوره. قاعدين على اعصابنا لحد اخر دقيقه وقلنا خلاص الدوري ضاع، عشان السيناريو ده هو اللي بيحصل كل موسم. وزي ما قلت لك الزمالك لو ركب على جدول الدوري مش هيحل ومش هينزل تاني خلاص. الدقيقه 76 بيطلع اليو ديانج وبينزل حسين الشحات، وبيطلع عبد القادر وبينزل محمد شريف، وبيطلع كريم فؤاد وبينزل حسام حسن. مش فاهم التغييرات دي هتعمل ايه. انا حاسس ان هو بيتوههم اكتر ما هم كانوا تايهين اصلا. يعني انا مش فاهم ايه اللي هو بيعمله ده. في الدقيقه 87 بيطلع محمد هاني وبينزل اكرم توفيق، وبيطلع عمرو السوليه وبينزل حمدي فتحي. كده التغييرات بتاعته عملها. والدقيقه 87 خلص الخمس تغييرات بتوعه، وقفشه لسه في الملعب مش عارف ليه، ولا عارف هو بيعمل ايه، ولا عمل ايه اصلا من اول الماتش. المهم ان بعد التغييرات دي الواحد حس ان في كوره بتتلعب، حس ان في خطوره على مرمى فاركو من النادي الاهلي، عشان في الثواني الاخيره محمد شريف بيحرز هدف الفوز للنادي الاهلي في الدقيقه 96 بعد عرضيه من حسين الشحات اللي كان رايح ناحيه الشمال، بيقابلها برونو سافيو بدماغه بيريحها لشريف، وشريف بيحطها في الجون بدماغه عشان يخلص الماتش 2-1 للنادي الاهلي ونكسب ال3 بونت. عشان يخلص الماتش 2-1 للنادي الاهلي ونكسب ال3 نقط. صراحه كده حاجه تحرق الدم على اللي احنا بنشوفه من لعيبه الاهلي الفتره دي. لازم مجلس الاداره يتحرك ويكون في حل في اسرع وقت. انت داخل على معمعه. كل اللي بيحصل ده واحنا لسه ما دخلناش في افريقيا وكاس العالم للانديه والقصه دي كلها، انت لسه بتلعب دوري يعني عادي. المهم ان في حاجه لفتت نظري بعد هدف محمد شريف وفوز النادي الاهلي بالماتش وبال3 بونت. محمد شريف بعد ما حط الجون والاهلي يعتبر خلاص الماتش خلص وكسبنا الماتش وكسبنا ال3 نقط بالعافيه، لاحظت ان محمد شريف ولاعيبه النادي الاهلي ما حدش فيهم جري، هم كلهم سجدوا في منطقه 18 نادي فاركو كأن ما فيش اي حاجه عادي يعني. على العكس مثلا نادي الزمالك في ماتش البنك الاهلي لما يوسف اسامه نبيه جاب هدف الفوز في اخر دقيقه، جري وقلع التيشيرت وخرب الدنيا والدنيا اتقلبت خالص. بس معلش انا عاذر يوسف اسامه نبيه برضه لعيب صغير وفرحان ان هو قدر يجيب 3 بونت للفرقه بتاعته في اخر ثواني والراجل كان نازل تغيير. لكن تعالى مثلا كلمني على ماتش الزمالك والشرقيه الموسم اللي فات. الزمالك كان متعادل مع الشرقيه، بعد كده زيزو حط جون المكسب لنادي الزمالك، راح للجمهور وواحد شاله وكان ناقص ان هو يطلع المدرجات. لا والاغرب من كده ان كابتن شيكابالا قطع التيشيرت. يعني القصه كلها ان هو مش قلع التيشيرت وجري وفضل يحتفل، لا خالص، ده شق التيشيرت نصين. انا مش فاهم ليه. وساعتها كانت الشرقيه في المركز الاخير في جدول الدوري. انتوا بتعملوا ايه اللي بيحصل؟ مش فاهم. هي دي حاجه مش مهمه بس انا خدت بالي منها كده فقلت اقول لك عليها. المهم يا عزيزي الاهلاوي، الاهلي بيفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في الثواني الاخيره بالعافيه وبطلوع الروح بعد حرقه الدم وحرقه الاعصاب، وبيوصل للنقطه 22. والزمالك بيفوز على حرس الحدود ب4 اهداف مقابل لا شيء بكل سهوله وبكل سلاسه، وبيوصل للنقطه 20 في جدول الدوري الممتاز. وبكده بيكون ترتيب جدول الدوري الممتاز: النادي الاهلي في المركز الاول ب 22 نقطه، ونادي الزمالك في المركز الثاني ب 20 نقطه، فيوتشر المركز الثالث ب 18 نقطه، بيراميدز في المركز الرابع ب 17 نقطه. اما عن قاع الدوري فحرس الحدود في المركز ال 18 ب 3 نقط، نادي الداخليه في المركز ال 17 ب 4 نقط، ونادي أسوان في المركز ال16 ب6 نقط. ونسيب جدول الدوري الممتاز ونروح عشان أعرفك مين هو لاعب الجولة السابعة. طبعا الاسمين اللي مترشحين للفوز بلاعب الجولة السابعة هو أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة اللي قدر يرجع فريقه ويكسب ال3 نقط بعد ما كانوا متأخرين بهدف قدام طلائع الجيش، وكابتن أحمد السيد زيزو لاعب نادي الزمالك النادي الأكثر شعبية في مصر والأكثر شعبية في الوطن العربي. المهم إن في التصويت حصلت حاجة غريبة جدا. الحاجة الغريبة اللي حصلت ان احمد الشيخ هو اللي فاز بلاعب الجولة السابعة، بس في حاجة اغرب من كده انا عايز اقولك عليها. الحاجة اللي اغرب من كده هي نسبة التصويت. يعني مثلا احمد الشيخ خد 90.5% من نسبة الاصوات،
واحمد سيد زيزو خد 9.5% من نسبة الاصوات. مش عارف ليه كده يا جماهير نادي الزمالك، هو انتوا ما عندكوش باقات نت تخشوا تصوتوا ولا هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهم، مش عارف امال فين النادي الاكثر شعبية في مصر في الوطن العربي اللي انتوا قارفيننا بيها طول الليل والنهار دي؟ بصراحة مش شايفكم. المهم يا سيدي نسيب الدوري المصري ونسيب لاعب الجولة وتعالى عشان اقول لك اخر التطورات اللي وصلنا ليها في كاس العالم للانديه. يا اخويا الناس اول ما عرفت ان الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه بصفته وصيف دوري ابطال افريقيا اخر موسم، والدنيا اتقلبت وقامت ما قعدتش، وشويه حرقان على شويه غليان والدنيا خربت. فمثلا رئيس نادي الرجاء المغربي قال لك المفروض احنا اللي نشارك، احنا ابطال الكونفدراليه الموسم اللي فات واحنا الاحق ان احنا نشارك في كاس العالم للانديه، ولو ما شاركناش تبقى الكونفدراليه دي بطوله ملهاش اي 30 لازمه وتلغوها احسن. بس طبعا الراجل معذور وما يعرفش ان ما ينفعش فريقين من نفس الدوله يشتركوا في كاس العالم للانديه. اما بقى يا سيدي عن نادي الضحك اللي طبعا مش هيسكت ومش هيسيب الموقف ده يعدي غير لما يقدم لنا ضحك، فبعتوا خطاب لرئيس الاتحاد بيقولوا فيه بمناسبه اسناد بطوله كاس العالم للانديه 2022 في المغرب الشقيقه، اود ان اؤكد لسيادتكم بان نادي الزمالك هو بطل الدوري المصري وهو الاحق بالمشاركه في كاس العالم للانديه النسخه القادمه في المغرب. نحيط سيادتكم علما بأن الزمالك كان قاب قوسين أن يشارك في بطولة 2002 وتم إلغاء البطولة لمشاكل غامضة، وها قد حان الوقت لتعويض الزمالك في هذه البطولة. المهم يا صاحبي أنا أول ما قريت الخطاب ده وقريت الكلام ده أنا قعدت لمدة دقيقة كده مسهم، أنا مش فاهم حاجة. اللي هو قول يا عم أنت عايز إيه برضو؟ أنت ما قلتليش أنت عايز إيه، ما تتكلم قول في إيه. الزمالك عايز يشارك في كأس العالم للأندية عشان هو خد بطولة الدوري سنتين ورا بعض في مصر، عشان هو بطل الدوري المصري موسمين ورا بعض. طب مش فاهم اشمعنى هياخدوا بطل الدوري المصري؟ طب ما ياخدوا بطل الدوري الكاميروني مثلا، ولا ياخدوا مثلا بطل الدوري الغاني. طب وليه ما ياخدوا بطل الدوري التونسي؟ انا مش معنى بطل الدوري المصري اللي هياخدوه يلعب في كاس العالم للانديه. انا مش فاهم انت عايز تقول ايه او انت عايز توصل لنا ايه، يعني ايه؟ مش فاهم ايه القصه، مش فاهم انت ازاي جالك الجراءه ان انت تبعت خطاب زي ده او ان انت تفكر انك تلعب كاس عالم للانديه وانت حصلت افريقيا بقالك 20 سنه. انت بتفكر ازاي؟ يعني بصراحه انا احترمت رئيس نادي الرجاء ان الراجل بيتكلم وهو واخد بطوله الكونفدراليه، يعني الراجل بيتكلم وهو بطل بطوله قاريه، بعيدا عن ان رئيس نادي الرجاء ما يعرفش ايه هي المعايير اللي بيها بيتم اختيار الفريق اللي يلعب كاس عالم الانديه. بس الراجل بيتكلم وهو بطل، الراجل بيتكلم وهو كسبان بطوله افريقيه اسمها الكونفدراليه، فالراجل ليه حق يتكلم وليه حق يعترض لحد ما يجي حد يعرفه ايه هي المعايير اللي بيها بيتم اختيار الفريق اللي هيشارك. لكن نادي الزمالك بيتكلم عشان هو بطل الدوري المصري موسمين ورا بعض. انت مين يا عم؟ انا مش شايفك، انت مين؟ انا عاطف اللي كنت بتاع امبارح. تطلع مين انت في افريقيا عشان تلعب كاس عالم الانديه؟ انا مش فاهم. وفي النهايه يا عزيزي احب اقول لك ان الاهلي كبير، الاهلي اكبر من اي حد. احب اقول لك ان البطولات هي اللي بتدور على النادي الاهلي، مش النادي الاهلي هو اللي بيدور على البطولات. النادي الاهلي بطل، النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي واعظم نادي في الكون. وعشان اثبت لك ده طبعا كلنا شفنا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الحالي وكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق في نهائي كاس العالم بين الارجنتين وفرنسا في دولة قطر، اللي كان مبعوت لهم دعوة عشان يمثلوا الكرة المصرية في نهائي كاس العالم في دولة قطر. طبعا دي حاجة تشرف وحاجة تخليك تفتخر بالنادي الاهلي وتفتخر برموز النادي الاهلي، وكمان دي حاجة تعرفك ان اي شخص يرتبط اسمه باسم النادي الاهلي بيكون ليه مكانة كبيرة وبيكون ليه احترام وتقدير. وقبل ما نختم الحلقة تعال اقول لك ان ماتش الاهلي الجاي في الدوري الممتاز الجولة التاسعة هيكون مع نادي سموحة يوم الحد 25 ديسمبر الساعة 7. وطبعا فريق سموحة فريق محترم والماتش مش سهل خالص. نتمنى ما نشوفش حرقة الدم اللي شفناها في ماتش النهاردة، وبالتوفيق للأهلي في كل البطولات اللي مشارك فيها. وبكده عزيزي الأهلاوي بتكون خلصت حلقتنا من نسر الأهلي. فلو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في حلقة جديدة من نسر الأهلي مع بنوب مفيد.